عمرك سألت نفسك ايه اللي ممكن يحصل لشغلك بعد 5 سنين من دلوقتي؟ وهل الوظيفة اللي انت بتشتغلها النهاردة دي هتكون موجودة اصلا ولا لا بعد فترة من الزمان، ويمكن تكون فترة قريبة كمان؟ اللي لازم تعرفه يا صديقي ان العالم بيتغير بسرعة مرعبة بسبب الذكاء الاصطناعي، والتغيير ده مش هيجي بعد 20 سنة ولا حاجة لا سمح الله. التغيير ده بيحصل دلوقتي وانت بتسمع الفيديو ده. زمان كان الخوف ان الروبوتات تستبدل العمال في المصانع، وده حصل بالفعل في وقتنا الحالي. والجديد بقى ان برامج الذكاء الاصطناعي بدأت تنافس الكتاب والمصممين والمونتير وحتى الدكاترة والمحامين. يعني الخطر النهارده مش على وظيفة واحدة ولا وظيفتين، الخطر بقى على كل شغل بيتعمل بالعقل او بالابداع او حتى بالروتين. خلينا اديلك امثلة حقيقية حصلت بالفعل. في شركات كتير دلوقتي استبدلت خدمة العملاء ببرامج دردشة بالذكاء الاصطناعي من خلال شات جي بي تي. مصممين بيتفاجئوا ان العميل بقى بيطلب منه صورة معمولة بالاي اي بدل ما يدفع لمصمم بشري. في صناع محتوى كتير اكتشفوا ان ادوات زي رانوي وغيره بتعمل مونتاج كامل لفيديو بجودة عالية من غير ما يفتح برنامج مونتاج. والاغرب من كل ده ان حتى الطب والقانون بقوا تحت التهديد. في أنظمة ذكاء اصطناعي كتير بقت تشخص أمراض أسرع من الدكاترة نفسهم، وفي برامج قانونية بتحلل عقود أسرع من محامين كبار وقدام وبقالهم 20 سنة في الشغلانة. والكلام ده معناه إن أي وظيفة بتعتمد على معلومات محفوظة أو خطوات متكررة معرضة للاختفاء. لكن هل الكلام ده معناه إننا داخلين على بطالة جماعية وهنقعد كلنا في البيت؟ والإجابة لأ طبعا، ومستحيل كمان. ليه بقى مستحيل؟ لان الذكاء الاصطناعي مش بيلغي الشغل، هو بيغير شكل الشغل وبيوفر يد عمل. يعني الوظائف القديمه ممكن تختفي بس هيظهر مكانها نوع جديد من الشغل. يعني مثلا دلوقتي في شغلانه جديده زي مهندس برومبت اللي بيعرف يكتب اوامر ذكيه للاي اي ويحركه بشكل محترم وذكي ويطلع منه افضل نتيجه ممكن. في ناس كتير بتتخصص في تدريب النماذج الذكيه على بيانات معينه، وفي كمان مبدعين بيخلطوا خيالهم الشخصي وادوات الذكاء الاصطناعي وبيطلعوا شغل ما كانش ممكن يتعمل قبل كده. وبمعنى اوضح شويه، اللي مش هيتعلم يستخدم الادوات دي هو اللي ممكن ما يلاقيش شغل بعد، واللي هيتقنها هيتقدم 10 خطوات لقدام كل ما يتعلم حاجة جديدة في الاي اي. في الواقع الشركات ما بقتش بتسأل انت بتعرف تعمل ايه، الشركات بقت بتسأل انت بتعرف تستخدم الذكاء الاصطناعي ازاي عشان تنجز اسرع وافضل. التغيير مش بعيد عنه. في امريكا دلوقتي في طلب ضخم على موظفين بيعرفوا يستخدموا شات جي بي تي في الكتابة التسويقية، وفي اوروبا بدأوا يطلبوا مصممين فاهمين في التصميم من خلال الاي اي، وفي اسواق الخليج بدأوا يعتمدوا على ادوات الذكاء الاصطناعي في الاعلام والانتاج وغيره كتير. يعني حتى لو بلدك متأخرة شوية الفرصة موجودة وهتوصل لك بدري وبدري جدا كمان. الموضوع كله بيرجع لحاجة واحدة بس، انت هتقدر تكون فين لما الموجة دي توصل لحد عندك؟ هل هتكون من اللي اتكسرت حياتهم وشغلهم وضاع شغلهم وخدوا الاي اي مكانهم، ولا من اللي ركبوا الموجة واستفادوا منها؟ خليني اقول لك يا صديقي ان الذكاء الاصطناعي مش وحش وبرضه مش ملاك. الذكاء الاصطناعي هو مجرد أداة، اللي بيستخدمها صح بيكسب وبيعاني، واللي بيسيبها تسيطر عليه هيخسر كتير وكتير قوي كمان. السؤال اللي لازم تسأله لنفسك النهارده، هل انت هتتعلم وتطور من نفسك وهتركب الموجة وهتفهم الذكاء الاصطناعي عشان تعرف تلاقي شغل لما الذكاء الاصطناعي ياخد شغلك، ولا هتفضل واقف مكانك لحد ما تكتشف ان شغلك بقى مجرد ذكرى في الماضي؟ سيب لي رأيك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشيره مع اصحابك عشان نقدر نوصل الرسالة لأكبر عدد ممكن، واشترك في القناة بقى عشان تشوف الفيديوهات اللي جاية أول بأول، وما تنساش تصلي على النبي.